العلاقات اللي بتكون فيها أغلب الوقت محتار ومش فاهم، أغلب الوقت متفاجئ بأفعالهم، طول الوقت بتحاول توجد مبررات ومخارج تتقبل بيها ردود أفعالهم، طول الوقت عايش على استنتاجاتك أنت وتوقعاتك، طول الوقت بتبذل مجهود عشان تفهم المقصود إيه، طول الوقت حاسس إن عندك أجوبة ناقصة، طول الوقت بتسأل اللي حواليك هو ده طبيعي أو هو ده منطقي، طول الوقت مفيش وتيرة ثابتة تمشي عليها، مفيش رؤية واضحة ولا قرار، مشاعرك مش ثابتة وتايهة. العلاقات دي ما بتكونش سوية أبدا، وبتكون مسألة وقت مش أكتر، وهدر طاقة ومشاعر. العلاقات دي هدفها الأساسي لتسكنوا إليها، سكون في الشعور، سكون من القلق والحيرة، سكون للاحتياجات، سكون عن اقتناع، عن راحة، عن شعور بالأمان، عن مشاركة، عن وجود لغة مشتركة، عن وضوح وقرار وحسم. غير كده تنطبق عليهم الآية الكريمة التي تقول: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. في مؤشرات كتير بتبقى واضحة من الأول قبل ما بناخد قرارات مصيرية، تغييرها بعد كده بيكلفنا كتير قوي. دمتم بخير.